شكرا لمختبر تطوير الفلاحة المستدامة الذي منحنا فرصة إلقاء هذه التجربة فريدة من نوعها. نتمنى أن تكون كسنة في إطار هذا العمل الذي قام به السادة أعضاء مختبر تطوير الفلاحة المستدامة. موضوع المداخلة اليوم حول النظرية والمنهج في العلوم السياسية. الحقيقة لا أخفيكم منسوب الانزعاج الذي شكل لي هذا الموضوع منذ بدايتي في مسار البحث والإجازة والماستر والآن بسير الدكتوراه، لأنني كلما اطلعت أو حضرت لأطروحة أو رسالة أجد مجموعة من الطالب الذي كان بصدد يخصص مطلبا أو مبحثا لإبراز المنهج الذي اعتمده أو النظريات التي اعتمدها، فأجده يعتمد مجموعة من المناهج ومجموعة من النظريات. هذا يطرح علي دائما واحد السؤال أو تساؤل: كيف مزج بين مثلا هذا الطالب بين نظريتين متباعدتين، كل نظرية لها مفاهيم خاصة بها؟ إن اعتماد نظرية في البحث يعني اعتماد مجموعة من المفاهيم، وأن النظرية هي التي تفرض المنهج الذي يجب اعتماده في البحث. لهذا مداخلتي ستكون هي شكلية أو عبارة عن طرح إشكال أنا أعاني منه ليناقش في الأخير مع أساتذتي وزملائي الطلبة الباحثين. إذا موضوع المداخلة اعتمدت على 3 مراجع. المرجع الأول هو مقال للدكتور عبد الله حمودي، مسائل في المنهج، ثم كتاب لبيير بورديو حول حرفة عالم الاجتماع، ثم كتاب آخر لريمو كوفي، دليل الباحث الاجتماعي. دائما كما قلت لكم في البداية أني أحاول أن أجيب على إشكالات مطروحة لدي. إذن فالمنهج لا يمكن تناوله ببساطة. غالبا ما يقدم المنهج في الأبحاث الجامعية كما قلت في الأول أو في الأطروحات بوصفه فصلا إجرائيا يكتب بعد تحديد الموضوع، ويختزل في عدة أدوات: مقابلات، استبيانات، تحليل وثائق، تحليل الخطاب. غير أن هذا التصور الإجرائي المبسط يخفي إشكال أعمق يتمثل في أن المنهج لا يصنع التفكير النظري، ولا يمكن فصله عن زاوية النظر التي تبنى بها الظاهرة المدروسة. فالذي يغلب على الباحث خاصة في بدايته هو التفكير في الموضوع وفي جمع المعطيات، بينما يتم تأجيل التفكير في المنهج أو التعامل معه باعتباره متطلبا شكليا. والحال أن التجربة العلمية كما تكشفها مسارات كبار الباحثين في العلوم الاجتماعية والسياسية تظهر أن المنهج ليس مجرد تقنية، بل هو حصيلة علاقة معقدة بين النظرية وبناء الموضوع والتجربة البحثية. إذن المنهج لا يؤخذ على المحمل الجد إلا حين يفهم باعتباره نتاج لمسار معرفي لا مجرد نقطة بداية. إذا كما قلت هنا نأتي لطرح واحد السؤال: متى ولماذا كتب العلماء عن المنهج؟ هذه النقطة المفصلية يعالجها عبد الله حمودي في مقاله سؤال المنهج في راهنيتنا، حين يطرح سؤال بالغ الدقة: أين تتموضع الكتابة في المنهج داخل المسار العلمي للباحث؟ ما يبرزه حمودي
مدعوما بأمثلة تاريخية دقيقة، وأن أغلب الكتابات المنهجية الكلاسيكية لم تكتب في بداية المسار البحثي، بل جاءت بعد إنجاز بحوث كبرى وطويلة النفس، وكأنها شكل من أشكال النقد الذاتي أو إعادة تقعيد النظري لما تم إنجازه عمليا، التقعيد النظري بخصوص المنهج. يمكن استحضار أمثلة. هو عبد الحمودي في هذا المقام يقول إيميل دوركايم لم يكتب قواعد المنهج السوسيولوجي إلا بعد أبحاث مؤسسة حول تقسيم العمل والوقائع الاجتماعية. فالمنهج هنا لم يكن نقطة انطلاق عند دوركايم، بل محاولة لتقعيد صراع إبستمولوجي عاشه أثناء تأسيس العلم الاجتماعي. مارسيل موس تدوينه المنهجي في الإثنوغرافيا سنة 1923 جاء بعد تراكم طويل من العمل الميداني والنظري. أفكاره المنهجية جاءت في مقالات متأخرة في دروس ومحاضرات نتيجة التفكير في التجربة والممارسة. يعني روبرت ميرتون بحوثه الأولى في الدين والعلم والبنية الاجتماعية سبقت كتاباته ذات الطابع المنهجي التي جاءت لاحقا بوصفها تركيبا لمسار بحثي ممتد بين 1967 و 1969. ماكس ويبر نصوصه حول الموضوعية والحياد القيمي كتبت في سياق صراع فكري وأزمة معرفية لا بوصفها دروسا تمهيدية. بيير بورديو أهم نصوصه المنهجية حرفة عالم الاجتماع، المنطق العلمي 1980، الدعوة إلى السوسيولوجيا الانعكاسية، جاءت بعد أبحاث ميدانية وبعد اشتغاله على الذوق والتعليم والهيمنة الرمزية، ولم تصدر إلا بعد سنوات من البحث المكثف، وهو ما يعكس وعيا انعكاسيا بالممارسة أكثر مما يعكس تعليمات تقنية. فالمنهج عند بورديو وعي انعكاسي متأخر لا درسا قبليا. كتب عن المنهج لأنه اكتشف حدود ممارسته السابقة. فالمنهج بالنسبة لبورديو النقد ذات الباحث نفسه، ولهذا يكون أكبر خطر على البحث هو وهم المنهج الجاهز. ريمون كيف كتب دليل الباحث في العلوم الاجتماعية بعد تجربة تدريسية وبحثية طويلة، وهو يعترف ضمنيا أن الطلبة يهربون إلى التقنية لأنهم يخافون من سؤال البداية. إذن الكتاب تشخيص لأزمة الباحث لا وصفة جاهزة. الخلاصة التي يصل إليها حمودي: الكتابة المنهجية غالبا ما تكون كتابة لاحقة نقدية انعكاسية نابعة من التجربة لا سابق لها. فالمنهج يمارس أولا ثم يكتب نقديا لاحقا، لكن الجودة العلمية تظهر عندما يستطيع الباحث لاحقا أن يضيف أفكارا في المناهج تتجاوز الموروث. إذن هنا عبد الحمودي ينطلق من بداية من منهج كاين موجود كيتعامل به في الميدان، ثم كيرجع كيقول خاصني نكتب على المنهج اللي نبرز الحدود ديالو في البحث العلمي للوصول إلى معرفة علمية. إذن الكتابة المنهجية ليست توثيقا فقط، بل نقد الممارسة ووعي بالتجربة، إنها إضافة نظرية إلى المنهج عبر التجربة. هنا نطرح السؤال: علاقة المنهج بالنظرية، من يسبق المنهج أم النظرية؟ الباحث هذا الجل الباحثين اللي تكلمت عليهم دابا كنخرجوا من عندهم واحد الخلاصة أنه لا معنى للمنهج دون نظرية. غالبا ما يتناول موضوع المنهج في البحث العلمي وخصوصا في العلوم الاجتماعية بكثير من التفصيل، كما لو أنه مجرد مجموعة من القواعد الجاهزة والخطوات التقنية التي يمكن استدعاؤها في أدبيات المناهج من تجارب سابقة في الأطروحات والرسائل الجامعية. غير أن هذا التناول يخفي
تعقيدا جوهريا يواجه كل باحث منذ اللحظات الأولى لبلورة مشروعه البحثي. فالذي يغلب على الباحث في البداية هو الاشتغال بالموضوع، بتحديده، بجمع معطياته، وبالإحاطة بواقعه، غير أن هذا الانشغال المشروع قد يحجب سؤالا أكثر عمقا لا يقل أهمية عن سؤال الموضوع نفسه، وهو من أي زاوية سننظر إلى هذا الموضوع، وبأي أدوات نظرية سنريد بنائه بوصفه موضوعا علميا. إذن هنا الباراديغم ديال التفسير يختلف من نظرية إلى نظرية. فالنظرية المادية مثلا تتكلم عن البنى، ولكن النظرية الوظيفية أو التفاعلية الرمزية تتكلم عن الأفراد. إن المنهج بهذا المعنى لا يمكن اختزاله في تقنيات جمع المعطيات ولا في وصف الأدوات المستعملة، بل هو نتيجة اختيار نظري سابق أو مرافق يحدد طبيعة الأسئلة المطروحة ونمط الوقائع التي تعتبر ذات دلالة وحدود ما يمكن قوله علميا حول الظاهرة المدروسة. فالنظرية هي الإطار الذي ينتج المنهج ويوجه المسار ويمنح للمعطيات معناها له. من هنا فإن التعامل مع المنهج بوصفه مسألة ثانوية أو تقنية كما هو شائع في كثير من الممارسات الأكاديمية لا يؤدي إلا إلى ما يمكن تسميته بالهروب إلى الأمام، أي تراكم معطيات دون وعي حقيقي بكيفية تنظيمها نظريا ودون إدراك للرهانات المعرفية التي تحكم إنتاجها. وهو ما يجعل سؤال المنهج سؤالا لا يمكن تأجيله ولا تبسيطه، بل ينبغي أخذه على محمل جد. أنا تحاول نتهمد الفكرة لستغرى عندي. أولا لستغرى عندي بخصوص العلاقة بين المنهج والنظرية، لأن باقي مشكلة لي مشكل كيفاش تبدا حتى البحث ديالي. من هذا يمكن أن نستنتج فكرة مركزية مفادها كما قلت في الأول لا معنى للمنهج دون تحديد مسبق للموقف النظري، لأن المنهج ليس إلا الترجمة الإجرائية لمنظور نظري بعينه. وعليه فإن السؤال الحقيقي ليس أي منهج نختار، بل من أي نظرية ننطلق، وما نوع الواقع الذي نفترضه. مثال: من ماركس إلى ألطوسي. حتى في هذا العمل التراكمي نقول العلم هو عملية تراكم أو كما يقول باشر هو عملية تصحيح أخطاء، أو ننتقل من معرفة إلى معرفة أجود. فألطوسير مثلا عندما انطلق في بحثه في الأجهزة الإيديولوجية للدولة حول وهو كان ألطوسير مفكر ماركسي مادي، يعني النظرية الماركسية المادية. هو انتقد في الأخير، اعتمد النظرية الماركسية في بحثه حول الأجهزة الإيديولوجية للدولة، ولكن في الأخير وصل إلى أنه لا يمكن كما يقول ماركس أن البنية الفوقية هي الاقتصاد، تتحكم في البنية الاقتصادية اللي هي الفن والسياسة والقانون وكذا. قال بأنه هذه الخلاصة التي توصل إليها ماركس هي خلاصة جامدة، وبالتالي قد تؤثر البنية التحتية في البنية الفوقية عن طريق سن قوانين تخدم الأجهزة الإيديولوجية للدولة، وبالتالي يصبح القانون لا الاقتصاد قد يكون هو كذلك مؤثر ومتحكم في البنية الإيديولوجية للدولة. حيث عمل هذا الأخير على إعادة النظر في محددات النظرية الماركسية التي مؤدى أن البنية الفوقية هي المتحكمة والتي كما قلت لكم. إذن كما قلت لكم هذه المداخلة طرقت منتديات الكتب نفصل في هذه العملية. بناء الموضوع حرفة عالم الاجتماع. كيف نبني الموضوع انطلاقا من كتاب حرفة عالم الاجتماع لبيير بورديو. أولا يتكلم بيير بورديو وهو أخذ هذه الفكرة من غاستون باشتر القطيعة الإبستيمولوجية. هو الدرس الأول من درس حرفة عالم الاجتماع، يعني يبحث في العلوم السياسية، يعني خصو تكون عنده واحد القطيعة إبستيمولوجية. كيف ذلك؟ إذن يبرز كتاب حرفة عالم الاجتماع
أن أول فعل علمي في البحث الاجتماعي ليس الملاحظة ولا الوصف، بل القطيعة الإبستمولوجية مع الرأي العام، مع اللغة اليومية، مع الأحكام الأخلاقية والسياسية، مع التجربة الشخصية. لماذا؟ لأن المجتمع ينتج أوهاما معرفية ويجعل ما هو تاريخي واجتماعي يبدو طبيعيا وبديهيا. وهنا أعطي مثال على ذلك: تفسير الفقر بالأخلاق الفردية، تفسير العنف بالطبيعة البشرية، تفسير السياسة بالنيات فقط. فالمعرفة الاجتماعية لا تستخلص من الواقع كما يبدو، بل تبنى بناء حينما نشك فيما يبدو لنا بديهيا. وفق هذا المنظور وفق هذا المنظور كل بحث لا يمر بقطيعة مع هذه البداهات يظل أسيرا للوهم التجريبي. نبدأ نناقش شوية باش فالعلم كما يؤكد بارشر لا يبدأ من الوقائع، بل من مشكلة نظرية تعيد تنظيم الوقائع. ويتحدد هذا المسار العلمي في القطع مع التمثلات الجاهزة، بناء موضوع البحث نظريا، اختبار هذا البناء في الواقع. إن محاولة بناء أي موضوع يجب أن يخضع لشروط نظرية أولا عبر مفاهيم وأسئلة وفرضيات، أي اختبار زاوية النظر وتحديد زاوية النظر وتحديد المفاهيم بدقة، واستبعاد الأسئلة السطحية. فبدل طرح السؤال مثلا لماذا يتصرف شباب التراس بعنف، يكون السؤال العلمي كالتالي: ما الشروط الاجتماعية والتاريخية التي تجعل شباب التراس ينتج أشكالا معينة من العنف؟ وهذا ما يجعل المنهج تابعا للمنطقية النظرية لا سابقا عليها. إن التأطير النظري يفرض على الباحث مراجعة مفاهيمه، لغته، موقعه الاجتماعي، تحيزاته السياسية والثقافية، بل أكثر من هذا تبعده على التواطؤ مع خطاب الفاعلين وتكوين أوهام اجتماعية تمنح العلم مظهرا زائفا، كما جاء عند هارت يقول: إن ما يصدر عن القضاء يؤكده الإعلام، وبالتالي يحذر الباحث من الوقوع في هذا الخطأ، أن ينطلق مما يؤكده الإعلام، لأن هذه في إطار الحركات الاجتماعية. تصير النظرية بوصفها منتجا لموضوعها. في هذا السياق يشكل لويس تصير منعطفا حاسما في التفكير في الدولة والسياسة، لأنه لا يتعامل مع الدولة كجهاز قانوني محايد، بل كبنية معقدة تضم أجهزة متعددة، من بينها أجهزة الدولة الإيديولوجية. وفق أرتوسير السياسة تدرس كبنية اجتماعية لا فقط كنصوص قانونية، والإيديولوجيات ليست وعيا زائفا فقط، بل ممارسة مادية. والدولة لا تشتغل بالقمع وحده، بل بالإدماج. الرمز والفاعلون الاجتماعيون ليسوا ذواتا حرة تماما، بل متموضعون داخل مناخ. هذا الاختيار النظري له نتائج مباشرة. لا يمكن دراسة الإطراس كظاهرة نفسية أو أخلاقية، ولا حركة احتجاجية خارج السياسة، بل كفاعل جماعي ينتج داخل حقل إيديولوجي محدد، ويتفاعل مع الدولة والأحزاب بطرق غير مباشرة. إن اعتماد أرتوسير ليس خيارا مرجعيا، بل قرارا استيولوجيا يفرض تصورا معينا. سي عبد الله، حقيقة موضوع بطبيعة الحال هناك اقتراحات ديال الوقت واقتراحات تنظيمية. سي عبد الله حاول يعني أن يناقش، هو في حقيقة جدل عميق وعميق جدا، ومنذ الأزل وهناك يعني نقاش حول المنهج والنظرية، ومن يؤثر هل الجدلية، هل المنهج
يعني سابق للنظريه، ام النظريه هي سابقه للمنهج. اذا حاول السي عبد الله ان يجد يعني محاوله للاجابه، لان لا يمكن ان نقول في علوم الاجتماعيه باننا اجبنا، وانما دائما نحاول ان نجيب. تطرق لبيير بورديو التوصير مجموعه من النظريات التي تؤثر الحركات يعني الاجتماعيه داخل الدوله، مع بطبيعه الحال اخذ نموذج الاطراس. بطبيعه الحال هذه الاطراس كظاهره، لان اصبحت اليوم ظاهره اجتماعيه، واصبح الملعب كوطن صغير لهذه الاطراس. بطبيعه الحال هناك مجموعه من النظريات التي حاولت اليوم ان تتجه نحو هذه الالتراس. هناك نظريه التاطير، نظريه التمكين، نظريه الوصم الاجتماعي، مجموعه من النظريات التي اصبحت تتجه نحو الالتراس، لانها لم تعد فقط مرتبطه بالتعبير يعني او تشجيع لفريق معين، وانما تجاوزت الكره الى ما هو سياسي، ما هو اجتماعي، ما هو ثقافي، ما هو الى غير ذلك. اذا الالتراس اصبحت نوع احتجاجي من انواع التي يعرفها المجتمع. يعني بطبيعه الحال موضوع يعني يستحق الدراسه من مناهج، وليس منهج واحد، مناهج مختلفه وتقنيات مختلفه، لانه يقتضي يعني دراسه ميدانيه، يقتضي مقابله، يقتضي استماره الى غير ذلك. فمعذره للسي عبد الله على يعني لا نترك يعني المجال حتى ترتيب البحث، ولكن المداخله، ولكن هناك اكراهات، وان شاء الله ستكون مناقشه يعني في نهايه هذا اللقاء سوف تكون هناك مناقشه عامه حول مختلف المحاور. لننتقل الى